البارح وقعت لي واحد التجربه اللي خلاتني نفكر في واحد الحاجه مهمه، هي العنصريه وكيفاش تقدر تبان في حوايج صغيره بحال الكرسي ديال الماساج. كنت جالس في الكرسي ديال الماساج، جا واحد الكاوري هو ومرته، قال لي نوض حيت بغى يدير هو ومرته الماساج. الموقف واضح، محاوله فرض السيطره على الاخر بدون سبب. انا رديت عليه بحزم، قلت له الا عندك شي مشكل سير للاستقبال. وهذا الشيء كيعلمنا درس مهم، ماشي ضروري تدخل في صراع، ولكن مهم تحمي الحدود ديالك وتحافظ على الراحه ديالك. العنصريه ماشي غير كلمات، هي افعال واحاسيس كتفرض على الناس شعور بعدم الامان. وهذه اللحظه كتورينا اهميه الوقوف على الحق وشنو خصنا نديرو باش ما نخليوش شي واحد يفرض علينا السيطره ديالو. حيت بزاف ديال الناس كيعيشوا في الغربه وكيتعرضوا لمواقف بحال هكا. فنتمنى اي واحد تعرض لشي موقف فما يدوزوش غير هكا، هضر على حقك ودافع على الحدود ديالك. وإلا قدرات تطور الامور فانت راك في بلد الحريات، وممكن انك تعلم الشرطه. وفي النهايه هو انك تعرف كيفاش ترد بحكمه وتخلي الاخرين يعرفوا الحدود ديالك.